أقول في هذه اللحظة بأن منطق ولد العبد يجب أن يزول. هناك شريحة عريضة من الكويتيين تؤيد الثورة البحرينية، كما توجد شريحة عريضة تؤيد الثورة السورية. إما أن يمنع الجميع أو يسمح للجميع. انتهى التمييز وانتهى زمن الاستئثار. ما تم وحصل من الأمس إلى اليوم دون إعلان رسمي عن هذه الندوة إلا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه الضجة لا يستطيعون بأن يمنعونا عن إقامة هذه الندوة. وأن هناك اليوم أخوين، شخصين مواطنين موجودين في الخارج، شخصين معارضين لإقامة هذه الندوة. أنا أقول بأن وجودهم ضروري ومعارضتهم لهذه الندوة محترمة، ونحن لسنا مثل غيرنا بأن نعتدي على من يعترض على رأينا، بل نحميكم اليوم، نحميكم في منطقتنا ونحميكم أمام مقرنا. أعلنها لكم بصراحة ووضوح، البحرين بالنسبة لي ليست قضية خارجية، ولا هي أمر ثانوي، ولا شأن عارض يقع في هامش اهتمامي ونافلة نشاطي. إنها من صميم وجداني وفي قلب اهتمامي ومرتكز انطلاقي. إن الظلامات والمآسي والجرائم التي تقع في البحرين وقد اعترفت بها ووثقتها لجنة بسيون الملكية نفسها تنال منا نحن هنا في الكويت وتمسنا في أنفسنا، فلا اثنينية بيننا، إذ نحن شعب واحد في بلدين. ومنطقي في هذا الموقف يرتكز على أمرين: الأول إنهم أخوة لنا في الإيمان، يمثلون المصداق الأتم للحديث الشريف، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. والموقف منهم ترشد إليه الرواية الكريمة: من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. هذا الشعب الأعزل حتى عن الإعلام والقنوات الفضائية العربية المشاركة في المؤامرة والمساهمة بذلك مباشرة في القتل والجريمة، يستحق منا الدعم والمناصرة استحقاقا لا تفضلا ومنا. لو رجعنا إلى علل الأزمة وأسباب المحنة لوجدناها دكتاتورية وطائفية بامتياز. فالمفصل والمفترق الذي انقلبت فيه الأوضاع من الاحتجاج الهادئ في دوار اللؤلؤة والاعتصام السلمي الذي أقيم هناك إلى القمع الدموي والعنف الذي فتك بالمتظاهرين، ثم امتد لقمع الجرحى والإجهاز على كل معارض، ثم اضطهاد الشعب كله والتنكيل به في خطوات فصل جماعي من العمل وحرمان جماعي من التعاطي والتعامل التجاري. كل ذلك نشأ على تموضع طائفي افتعله الدكتاتوريون عبر التيار التكفيري المستورد وشخصيات دينية مرتزقة قسمت الشعب الواحد وفصلت المجتمع ودمرت تلاحمه وأورثته أحقادا وأضغانا كان في غنى عنها. وكان الدكتاتوريون قد مهدوا لذلك عبر سياسة مجرمة في التجنيس الهادف لتغيير التركيبة السكانية والهوية البحرانية للبلد. إن البلاء الذي نزل بالبحرين يتهددنا، والخطر الطائفي المستورد هناك مرشح للتكرار في مجتمعنا عبر الطائفيين الدخلاء الذين يريدون استنساخ العملية الإجرامية هنا في الكويت. إنها محاولة وتجربة إن كتب لها النجاح فستتمدد وتعمم على باقي دول الخليج، وستأتينا يوما قوات غزو لتقمع شعوبنا وتدمر مساجدنا وحسينياتنا وتقسم شعبنا الواحد.
لذا لا بد لنا من الوقوف إلى الشعب البحريني الشقيق ومساعدته في تجاوز أزمته، والشد على الأيادي الوطنية والقوى الديمقراطية التي تكافح وتناضل لمنع انهيار بلدها ودماره. ولكن السؤال الذي نسأله اليوم للحكومة: لماذا هذا العداء لنصرة الشعب البحريني؟ ماذا لو تحول صديق آخر إلى صدام آخر؟ نحن اليوم نتابع وسائل التواصل الاجتماعي، من يقف مع الشعب البحريني هناك من خلال الشباب والفتيات في البحرين هم من المؤيدين للحكومة الكويتية، ومن يقف اليوم ويبتز ويعذب الشعب البحريني اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي يقف ضد الحكومة الكويتية ويشتم الحكومة الكويتية. أشكر لكم في النهاية حضوركم، أشكر الصحافة لتواجدها، وأتمنى من الجميع بأن يتم التواصل في نصرة هذا الشعب الجريح وفي انتصار القضية الإنسانية للكرامة لجميع البشرية في هذا العالم، والحمد لله رب العالمين.